يعني ربما فتحت الحدود بين كوريا الشمالية والجنوبية في فترة من الفترات، ولكن أطول إغلاق للحدود بين دولتين خاصة عربيتين هو بين الجزائر والمغرب. فلذلك هناك إطار ذكرى 70 سنة لإطلاق حرب الاستقلال، توتر على الحدود، إقناع الداخل بأن النظام قوي وعنده المعدات الكافية، ورسالة للجوار: نحن أقوياء ولا أحد يتحرش بنا. أستاذ باسم سالم، المحامي المستشار القانوني في قضايا الهجرة، كيف تابعت أنت هذا الاستعراض؟ وهل نحن فعلا أمام استعراض عسكري للقوة من قبل الجزائر حمال رسائل للداخل والخارج؟ أنا برأيي أرادت الجزائر أو الحكومة الجزائرية أرادت ذلك، لكن أنا برأيي هو يعني ما رح أكون قاسي على الحكومة الجزائرية، هو استعراض أو هو متحف بالهواء الطلق، لأنه الأسلحة اللي عم بتحدثوا عنها هي أسلحة متطورة الآن أثبتت عدم فعاليتها على الأرض في الحروب القائمة، إن كانت بين إسرائيل وإن كانت بين لبنان وغيرها. هي حرب سيارات، فهذه الأسلحة القديمة منذ العام 1970 وما قبله، حتى لو تم تحديثها لم تعد تنفع. فهذا الاستعراض برأيي هو أضر بصورة الجزائر، أضر بالصورة أن هناك من يفكر بطريقة قديمة جدا، يعني عمرها شيء 50 سنة 30 سنة، لا تصلح مع الوقت الحالي. إذا كانت الاستعراض أكيد إذا كانوا يريدون فقط يعني هو استعطاف الداخل بأن هناك قوة قادرون على حمايتكم، لفت الانتباه إلى مواضيع أخرى، ممكن يكونوا قد نجحوا. ولكن لا أعتقد أن الشعب الجزائري يعني هو كمان يعيش في الماضي، أعتقد هو يعيش في الحاضر. هناك مفكرين، هناك ناس ضالعين في التكنولوجيا الحديثة للأسلحة وما غيرها في هذه الأمور، لكن هذه الأسلحة التي تم عرضها أنا لا أراها إلا بحسب مقاييس يعني العلماء بالحرب وكذا هي قديمة جدا. طيب، لست أدري كيف تعقب على ذلك دكتور أنطوان بسبوس، ولكن الرئيس تبون في خلال هذه المناسبة يقول أن هذه المناسبة تحديدا ليست فقط للاحتفاء بتاريخ الثورة، يقول هي فرصة لإعادة التأكيد على أن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني يلتزم بمهمة الدفاع عن سيادة الجزائر ووحدتها الترابية. ما الغاية من هذا التأكيد؟ لمن وكيف ترد على ضيفي لو سمحت؟ من يهدد الجزائر؟ من يطالب بأرض الجزائر؟ لا أحد ولا أي دولة. فهناك ليس من خطر على الجزائر عبر الحدود، ربما يكون الخطر من حراك جديد، هذا ما يخشاه النظام ولذلك يستعرض القوة. فلا ننسى أمرا ذا مغزى. في شهر آذار 2019 وجد في الشارع في يوم واحد 13 مليون جزائري كانوا يحتجون ضد النظام. 13 مليون، عندما تحتسب الشيوخ والمقعدين والمرضى والأطفال فيكون تقريبا نصف الشعب الحي موجود في الشارع. فلذلك النظام هو بحاجة لإثبات قوته ولتأكيد دوره والتناغم أيضا مع المؤسسة العسكرية، لاسترجاع أمجاد الحرب التحرير إلى حد ما. هذا يعطي شرعية للنظام ويظهر أنه مستعد للقوة إذا اضطر إلى ذلك. أنا لا أجد هناك يعني مخاطر على الحدود أو تهديد على الحدود، ربما الرسالة الأولى هي للداخل. هناك يعني أمر معين، الصواريخ التي شاهدناها الأس 300 لم تجدي نفعا في سوريا، لم تجدي نفعا في روسيا في مواجهة أوكرانيا، وربما الطلبيات الموقعة مع روسيا، وروسيا في حالة حرب وتستنجد بإيران وتستنجد بكوريا الشمالية، ليست في موقع أن تؤدي ما تعهدت به من طائرات، من مدافع، من سفن، ما إلى. ربما يكون مصلحة الجزائر أن تتوجه إلى دولة أخرى لشراء معداتها العسكرية. طيب، حتى تعقب على ما ذهب إليه ضيفي، هل مثل هذا الاستعراض العسكري تجاوزه الزمن بالفعل؟ ليس تتفق مع ما ذهب إليه؟ يعني كل ذلك مقارنة. إذا قارنا هذا السلاح بما يجري في أوكرانيا أو في إسرائيل فهو السلاح ضعيف، وربما في الدول السبع المحيطة بالجزائر ليس عندها سلاح أقوى وأعتى من هذا السلاح. ربما المغرب عنده سلاح يوازي هذا السلاح، ومن مصادر غربية ربما تكون
أكثر أداء، أفضل أداء من السلاح الروسي وحتى بعضه السوفيتي. ضيفي تحدث عن تحديات داخلية، ولكن المراقبون يتحدثون عن تحديات خارجية هي الأكبر لعلها اليوم بالنسبة للجزائر، تحديات إقليمية في منطقة كبرى ينعدم فيها الاستقرار، توتر مع المغرب، توتر مع فرنسا، توتر مع مالي، توتر حتى مع القوات الموالية لخليفة حفتر في ليبيا بعد محاولة ما وصفت محاولة اختراق الحدود، تحديات أمنية عديدة، مخدرات، التجار بالبشر إلى غير ذلك. ورئيس الجزائر يقول عقيدة الجيش دفاعية بحتة، وجميع الأسلحة التي يمتلكها الجيش الجزائري موجهة حصريا للدفاع وحماية سيادتها الوطنية إلى جانب المساهمة في إحلال الأمن والسلم الدوليين طبقا للالتزامات الدولية والجهوية لبلادنا واحتراما للقانون الدولي حتى في إطار احترام الدستور. كيف تقرأ أنت هذا الأمر؟ هل هي رسالة طمأنة حتى للخارج رغم هذا الاستعراض العسكري؟ أنا بدي أنطلق من وأتفق مع الدكتور من نقطة، فعلا نحن لا نشاهد عدو فعلي يعني ولا حدا طامع في الأراضي الجزائرية بالفعل. إذا كانت هذه الرسالة موجهة إلى الداخل أن القيادة العسكرية، أن السلطة العسكرية ما زالت موجودة لكي لا حدا يفكر في المستقبل بثورات قادمة، فما أعتقد أن الشعب الجزائري سيقتنع بهذا، لأنه كانت موجودة قبل ذلك وأثبتت عدم فعاليتها. التهديدات التي تأتي وتقول الجزائر من محاولات تجسس خاصة مع إلقاء القبض في الآونة الأخيرة على بعض من اتهمتهم بذلك، خاصة أمام الانتقادات الموجهة للمغرب ولتطبيعه أيضا مع إسرائيل، واعتبار الجزائر أن ذلك يهدد المنطقة من وجهة نظره. أنا برأيي هناك خيارين. إذا كان الخيار هو توجيه رسالة إلى الداخل فالداخل هو أذكى من ذلك. إذا كان الخيار الثاني هو توجيه رسالة للخارج فهم بعيدين جدا. فعلا الآن الجزائر تشعر بأنها بعزلة. العالم بأجمله، وإن كانت فرنسا بتصريحها الأخير باعترافها بالصحراء الغربية، فيجب كانت الجزائر أن تقرأ هذا. هي ما زالت تبعد بعيدا جدا عما يعني تطمح إليه فرنسا والدول الأخرى. هناك إجماع أوروبي، هناك إجماع أمريكي على أن بالصحراء الغربية هو الحل الوحيد، الاعتراف بها بمغربية الصحراء المغربية كحل في هذا النزاع. إذا كانت الجزائر ما زالت تتمسك في ذلك وكان ردها هو هذه العرض العسكري فهي فعلا بعيدة جدا وهي في معزل. إضافة أنه راهنت على روسيا، يعني الولايات المتحدة الأمريكية في فترة من هذا كانت ستضع عقوبات على الجزائر لأنها تقربت من روسيا في الوقت الحرب الأوكرانية، عملت بعض المناورات العسكرية، أكثر من 3 مناورات عسكرية. فالجزائر الآن تغرد خارج السرب إن كان أوروبيا وأمريكيا وغربيا حتى. هل فعلا الجزائر تغرد خارج السرب في مرحلة معينة دكتور بسبوس؟ حتى نذكر أن ميزانية الدفاع في 2025 في الجزائر وفق الموازنة الجديدة ترتفع إلى 25 مليار دولار العام المقبل. كانت في 2023 زادت إلى أكثر من الضعف لتبلغ 22 مليار دولار، وكذلك الحال هذا العام. 2021 كانت الميزانية 10 مليارات، 25 مليار، ولكن ضف عليها 10 مليارات لوزارة الداخلية وهي وزارة أمن داخلي وإلى حد ما مرتبطة بالدفاع. فهذه الميزانية ربما تكون الأكبر في القارة الأفريقية، والجيش يعني عنده السلطة في الدولة ويقرر ما يريد. هل انجرت الجزائر إلى سباق تسلح حين ترى المغرب يتسلح أيضا من جهته؟ سباق التسلح ربما الجزائر سباقة فيه إلى حد بعيد، ولكن طبيعة السلاح، نوعية السلاح ربما تكون أفضل في الدول التي تشتري من الغرب مصادر سلاحها. فشاهدنا نوعية السلاح الروسي في أوكرانيا وفي منطقة الشرق الأوسط في سوريا مثلا. الواقع ونقل حتى التكنولوجيا، يعني التصنيع العسكري، الخبرة على الأرض التي يباع لها هذا السلاح، وهذا ربما ما بدأنا نلمسه. يعني في الواقع السلاح الروسي والفكر الروسي الحربي كان يفترض به سنة 2022 أن يدخل إلى أوكرانيا ويجتاح أوكرانيا ويسقط نظامها في 10 أيام. نحن اليوم بعد 2.5 سنين من الحرب، وروسيا تستعين بإيران، تستعين بكوريا الشمالية. فلذلك يعني هذه المنظومة الفكرية الدفاعية والسلاح الروسي لم يعني يعطي الخبرة الكافية والكفاءة الكافية حتى تبقى
حتى تبقى الجزائر تتسلح من روسيا. حين نتابع، حتى أعود إليك ضيفي سيد باسم سالم، رفع ميزانية الدفاع إلى 25 مليار دولار، كيف تقرأ أنت هذا الأمر؟ هل تستعد الجزائر لطارئ ما؟ أكيد لا، بس هي تبرر ما حصل، يعني لأنه لأول مرة بنشوف هي الميزانية الضخمة للتسليح، فبالتالي هناك تساؤلات من الشعب. لماذا؟ يعني نحن ليس لا نواجه عدو فعلي، ليس هناك حرب، لسنا طرف في أي طرف من هذه هذا النزاعات. من وجهة نظرك، ولكن من وجهة نظر السياسيين في الجزائر يقولون أنه ثمة مخاطر محدقة بها البلاد في كل تقريبا في أغلب الخطابات. طب فليشيروا إلى ذلك. يعني دائما نحن نتحدث عن العدو الخفي، عن العدو الوهمي التي لا يمكن مشاهدته، ولكن الداخل هناك استفسارات. الآن بهذا العرض نحن مثل عم نفرجيكم، نحن الآن شاهدوا هذه الميزانية ذهبت لهذا الجيش، هذا الجيش الضخم، هذه الفرطاقات، هذه الصواريخ، هذه الطائرات. مرحبا بكم. اسمعوا شيخنا الفاضل ما شاء الله عليه، يعني قوة وعزيمة يعني استمدها من الاستعراض، ويحكي على الاستعراض وقوة الشعب الجزائري والإيمان وقوة يعني السلاح يعني كل شيء. نخلوكم مع الشيخ، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم من عندنا كل جديد. استعراض تاع الجيش نتاعنا والله غير نغلبوهم، والله العظيم، ثلاثا برجال كيما اللي شفناهم واسطول كيما اللي شفناه بل اقل، والله غير نغلبوهم يا جماعه. ربي قال وكم من فئة قليلة برك غلبت فئة كثيرة، فما بالكم بجيش برجاله وقادته وعظمائه وأسلحته. قال الله ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. معليش ممكن سلاح بسلاح، بصح في القوة والإيمان والعقيدة والشجاعة والله ما يفوتونا. ربي قال ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. وهذا الشيء يا جماعة اللي خلى اليهود والنصارى فرنسا واش يقول هذا الماكرون هذا عليه من الله ما يستحق. مهم الاستعراض تحط في جامع الجزائر رسالة لفرنسا ولا فيجري والكنيسة والصليب. هذا لا فيجري قال أين أنت يا محمد لقد أصبحت الجزائر نصرانية. أم رد عليها أبناء الجزائر اليوم لا مش نصرانية، الجزائر جزائرية. والاستعراض يقوم وأبناء الجزائر هم اللي يحموا وطنهم. وبعد لحظات سيؤذن المؤذن في مسجد الجزائر الأعظم الله أكبر الله أكبر، وتقام صلاة الجمعة. قال الله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق. يا جماعة ما تشوفوش الناس المفسدين في البلاد وهذا، كان رجال راهم واقفين يحميوا هذا الوطن بإذن من الله عز وجل. 130 سنة من الاضطهاد. يا أهل غزة لا تحزنوا، احنا عندنا 130 سنة وشعبنا يضطهد وشعبنا يقتل وشعبنا يعذب، والنتيجة يا فرنسا قد مضى وقت العتاب وطويناه كما يطوى الكتاب. يا فرنسا إن ذا يوم الحساب فاستعدي وخذي منا الجواب. يا شباب الجزائر لازم تعلموا تاريخكم. بلادي بلاد الرصاص وما يخصك خصاص، بلادي بلاد الشهداء من عربي بالمهيدي لديدوش مراد، وبلادي بلاد الشجعان من عربي بالمهيدي لديدوش مراد، وبلادي بلاد الفرسان من امير عبد القادر للشيخ الحداد. والتحيه الجزائر ثم تحيه الجزائر والله اكبر. جيت من خنشله. اولا السلام عليكم. 1 2 3 فيفا الجيري. شعب الجزائري مسلم والى العروبه ينتسب، من قال مات فقد كذب. جيت نحتفل بمناسبة اندلاع الثورة التحريرية، الله يرحم الشهداء إن شاء الله. أجواء في القمة ما شاء الله، احتفالات رائعة. وتحية الرئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، وتحية الشعب الجزائري وربي يحفظكم إن شاء الله. الحاجة الأولى نترحموا على الشهداء مساكن اللي ماتوا على جال البلاد هذه. دونك 1 نوفمبر هذايا راه حاجة كبيرة لينا احنا، اللي انطلقت فيه الثورة الجزائرية على كل حال، وضحوا عليها رجال كبار بزاف، نساء ورجال، وربي يرحمهم ان شاء الله. وفيفا لاجيري. جينا باش نوروا له كيفاش وليدي هذا الله يبارك منتصر. دونك جبناه باش نعلموا له التاريخ تاع الجزائر، وان شاء الله نطلبوا من الشباب الجزائري يدور بالبلاد هذه ويتوحدوا على جالها، وان شاء الله المستقبل ان شاء الله يكون خير من اللي فات. ونشكركم على قناة النهار، الله يحفظكم ان شاء الله. انني فرحانه جامي خرجت، ولادنا كبروا اليوم ولا غير خرجنا. ça fait partie de la liberté. on est libre, on est heureux، فرحانين
يجي على الاستعراض. ماني سبيكتاكولير والله غير عجبني. جاز ولا غير شباب ما شاء الله. الاستعراض جاز الله يبارك، وفرحنا وشفنا رئيس الجمهورية تاعنا والحمد لله جاز علينا الحمد لله. نقول لكم بلي عجبني بزاف الاستعراض، سختو دراري باش نغرسوا فيهم الروح تاع الجزائر يحبوا الجزائر، وعجبني بزاف. جيت مع ولادي جبت ولادي باش يشوفوا واختي. هذا ما كان عجبني تبون بزاف اليوم، شفتوا بيان. هذا ما كان شو نقول لكم بزاف. مرحبا بكم، انا جاي من الوهرد. مرحبا بكم عندنا وتحية الجزائر. احنا فريق قوة أدمو. ها اليوم راك تشوف الشعب الله يبارك كاع فرحان وكاع زاهي وكاع. مرحبا بكم عندنا 1 2 3 في الجزائر. السلام عليكم. اليوم نهار عظيم تاع 1 نوفمبر، نعلموا لولادنا، نعلموا لهم باللي كل 1 نوفمبر نهار كما يقولوا نهار مبارك تاع ذكرى المجاهدين. يوم ردوا عليه الاعداء باللي رانا كاينين لكل عدو لفرعون موسى وللاعداء تاع الجزائر. اول نوفمبر والله الحمد لله ما شاء الله. استعراض اول مره نزور هذا المكان الاستعراض، يعني نشوفوا البلاد واش فيها واش ما فيهاش، واش الاسلحه من قياده من اسمعني العرض تاع البلاد. شوفوا واش كاين، من الدول يشوفونا واش كاين فينا واش نسواو.